اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. طبعا هنكسر الروتين بقى، مش هنعمل اكل ولا هنقف في المطبخ، هنعمل وصفة منها تجميلية وفي نفس الوقت منها طبيعية بحاجات موجودة عندنا في البيت. هنعمل ماسك لمنطقة الشفايف، نعمل ماسك لمنطقة الشفايف. لو منطقة الشفايف عندك غامقة كده فيها غمقان او ماسك ده حلو قوي ليها، هتعتمديه. هيغنيكي عن الماء الملكي اللي هو توريد الشفايف، وهيغنيكي في نفس الوقت عن الفيلر. بجد الوصفة دي بجد والله العظيم عن تجربة حلوة قوي. ودلوقتي بقى معانا سكر، ومعانا معلقة من زيت الزيتون، ومعانا معلقة من القرفة. معلقة السكر هنضيفها كده، عليها معلقة القرفة ومعلقة الزيت الزيتون. هنقلبهم على بعض كده، نخليه شبه السكراب. بجد الوصفة دي بجد رائعة فظيعة بجد، بجد حلوة قوي. انا جربتها وبجد عجبتني، ولما لقيت منها نتيجة قلت اللي انا هنزلها لكم وهعرفكم بيها. ان ما ينفعش اخبي عليكم وصفة زي دي، قلت طبعا لازم اللي انا انزلها لكم. انتي بس هتحطيها، هتفركيها زي ما انا وريتكم كده في ايديكي شبه السكراب. تحطيها على شفايفك، هتفركي بيها شفايفك كده لمدة 3 دقايق، وهتحطيها على شفايفك لمدة 5 دقايق. وارد يبقى في حرقان علشان القرفة. وبعد كده هتشطفيها، هتحطي عليها اي فازلين شفايف عندك، اي فازلين طبي هتحطيه على شفايفك. بجد هتحسي ان شفايفك بقت لونها وردي كده، وفي نفس الوقت عطيتك فوليوم حلو قوي من غير ما تحتاجي الفيلر ومن غير ما تحتاجي الماء الملكي. يعني الوصفة منها فيلر ومنها في نفس الوقت ماء ملكي حلو قوي. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بجد والله حلوة، انا جربتها حطيت منها على شفايفي وايديا حلوة قوي. عايزاكم تجربوها. وارد اللي هي تحرق علشان هي قرفة، ما تقلقوش من الخطوة دي خالص. هشطف ايديا دلوقتي برضو هوريها لكم. مش عايزه اقول لكم بجد على نعوميه ايدي حلوه قوي، في نفس الوقت ناعمه، وحطيت الفازلين ريحتها حلوه قوي. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من كل وصفاتي يا حبايب قلبي.